لو رخصتك اتسحبت منك في كمين مرور اوعى تمشي من غير الورقة دي. كتير من الناس بيتوتر لما الرخص بتاعته بتتسحب منه في كمين مرور وبياخد بعضه ويمشي من غير ما ياخد الإيصال الدال على سحب الرخص. لكن للأسف اللي ما يعرفوش ناس كتير إن إيصال السحب ده بمثابة رخصة مؤقتة بيديهولك رجل المرور علشان خاطر في الفترة اللي بتبقى حوالي 8 أيام تقريبا اللي هي مدة الإيصال تكون وفقت أوضاعك وتدفع الغرامات بتاعتك وتستلم أصل الرخصة من المرور. طيب إيه اللي يحصل لو أنا ما استلمتش الإيصال ومشيت من غير رخصة أو من غير إيصال؟ لو مشيت من غير الإيصال دوت ووقفت في أي كمين مروري وسألك على الرخصة ومش معاك الرخصة طبعا ولا معاك الوصل الدال على سحبها، فانت كده بتدخل نفسك في جنحة جديدة بتاخد فيها حكم حبس وغرامة. احمي نفسك، ولو رخصك اتسحبت اقف في الكمين وصمم ان انت تاخد الوصل الدال على سحب الرخص علشان خاطر ما تلاقيش نفسك لابس في قضية تانية جديدة.